النهاردة المحاضرة الأولى في كورس الميك اب الاحترافي. أول محاضرة معايا بتكون نظري، بتتعرفي فيها عن البشرة وأنواعها وطريقة التعامل مع جميع أنواع البشرة، أشكال وجوه، عيوب البشرة وطريقة إخفاء النمش، الوحمة، الحبوب، الهالات السوداء، تاتو الحواجب. تعرفي كمان على أشكال عيون وأشكال رموش وأشكال لاينر المناسبين لكل شكل عام. تعرفي على كونتور البودر والكونتور الكريمي وطريقة استخدامهم في ناحية الوجه، ناحية الأنف، وتطويلها وتقصيرها وتكبير الشفايف بكونتور. تعرفي كمان على الفرش واستخدام كل نوع فرشة. دي كده أول محاضرة معايا. من تاني محاضرة على طول بتبدأ اللي انت تشتغلي عملي بإيدك. الميك اب ارتس بتشتغل أكتر من 3 لوكات في المحاضرة الواحدة. بعد لما بتخلص بنوفرلك الماتيريال والأدوات عشان تطبقي كل الخطوات عملي بإيدك تحت إشرافها. هدفنا طبعا الاول والاخير انك تطلعي من عندنا بروفيشنال في كل التفاصيل، يعني بتشتغلي معانا اكتر من 12 لوك اثناء فترة الكورس، من اول اللوك اليومي، الشخصي، السامبل، السواريه، السبوت لايت، الكات كريس، اللبناني، الخليجي، البرازيلي. بيكون في كمان تكنيك خاص على اللوكات الخاصة بالخطوبة والزفاف ورسومات اللاينر بجميع اشكالها. بتاخدي كمان تكنيك ان انت ازاي تغيري من لوك لوك من غير ما تمسحي اللوك الاساسي اللي انت كنت عاملاه. ودلوقتي هنطلع نشوف المحاضرة وهي شغالة سوا. الشعر بتاعها مضغوط، دي بنستخدمها في الايه؟ في الكونتور الكريمي. هتشبه فرش الفاونديشن شويه. شفتوا اللي فوق اللي هي بتاعت الفاونديشن؟ طيب تمام اهي. شايفين الفرش ديت كده؟ شايفين دي كمان؟ هتلاقوا الشعر بتاعها شبه جدا الفرش بتاعت الايه؟ الكونتور الكريمي. بيبقى الشعر بتاعها مضغوط عكس الفرش بتاعت البلاشر او اللوس باودر. شفت الشعر بتاعها عامل ايه؟ فلافي منفوش. تمام؟ الشعر بتاعها ايه؟ منفوش. الفرش دي بتستخدم لايه هنا؟ بتستخدم للبلاشر، تستخدم للايه؟ لللوس باودر. طبعا اللي يناسبك في اي نوع فرشه فيهم بتجيبيه، اكيد مش هتجيبي كل دول. تمام؟ وديت ما ينفعش مثلا حد ياخدها يستخدمها في الكونتور الكريمي. ليه؟ لان هيلاقي الماتيريال كلها اتعبت فين؟ جوه الفرشه. الفرش ديت بنستخدمها في الايه؟ في الحاجات المضغوطه زي الكونتور الكومباكت باودر، البلاشر المضغوط، الباودر المضغوطه اللي هي الكومباكت، الهايلايتر المضغوط. الحاجات اللي مضغوطه بنستخدمها في فرش اللي هي بتبقى فلافلي قوي ولا بتبقى ايه؟ اللي هي ما بتبقى الحاجات ولا اللي بتبقى منفوشه قوي زي الفرش بتاعت اللوس باودر، ولا بتبقى فرش زي بتاعت الكونتور الكريمي مثلا الشعر بتاعها مضغوط. دي فرش بين البنين اللي هي ماسكه نفسها بس شويه، الشعر فيها اتقل من الفرشه بتاعت البلاشر. دي فرش الحواجب كلها بتبقى نفس الشكل، يعني نفس الشكل، بس بيختلف ايه؟ في شركه عاملاها اكبر شويه، شركه اصغر شويه، بس كلهم بيأدوا نفس الوظيفه. دي فرش الشادو اللي فيه لمعه، اللي هو الشادو الكريمي. ليه الفرشه بتاعتها مضغوطه؟ علشان بنحط في نفس المكان. الشادو دايما اللي فيه لمعه ما بيطلعش بره الجفن المتحرك، ما بيطلعش فوق على الجفون الثابته ولا الانتقالي. تمام؟ فبياخد وبنطبع بيها يعتبر. دي فرشه الدم اللي هي الفرشه البلافلي، دي فرش الدم. دي الفرشه البنسل. فرشه الدم بتحط اللون، يعني بناخد بيها اللون الانتقالي او بناخد بيها اي شادو باودر. تمام؟ بنحطه على الجفن كامل. لكن الفرشه البنسل بنستخدمها في ايه؟ مثلا لو في طرف العين، لو انت عامله اللاين اللي هو في الكات كريس وعايزه تدمجيه مكانه، على حسب. في بيبقى شغل مدموج وفي شغل مش مدموج. لو هعمل مثلا في اللاين اللي هو زي مثلا كيرف العين، تمام، وعملت الخط دوت وعايزه ادمجه مكانه، بستخدم الفرشه البنسل. اشتغلت في طرف العين وعايزه الشغل بتاعي يبقى مموه شويه، باخد الفرشه الايه؟ البنسل برضه. ما هي الفرش الدم مش هينفع تدمجي في مكان هتلاقي